السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن منصة التواصل لفارس العرب شموس 365 بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي. هذه المنصة تهتم بتفعيل التواصل بين العلماء والباحثين والمختصين في الخيول العربية والعالمية. هذه المنصة ستستقطب من العلماء المهتمين ووضع معايير ومقاييس لجوائز عالمية، وتفعيل التواصل أيضا بين الفرسان، وتسجيل أيضا بطولاتهم والاهتمام بما قدموه من إنجازات، سواء كان في التربية سواء كان في البطولات على المستوى المحلي والعالمي. كل هذا الجهد من هذه المنصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في التربية وفي أيضا السباق، وفي بعد هذا كله، بعد وصول هذه المنصة إلى 365 عالم متخصص، سواء كان في التربية أو في الجانب الصحي أو الجانب الميادين، أو بعد ذلك سيتم وضع معايير ومقاييس دولية من علماء مختصين في الكواليتي، وعمل جائزة باسم فارس العرب مقدمة من أبناء الوطن والعرب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه في اهتمامه بالخيل العربية وبالسباقات، وأول من وضع سباق القدرة. وأتذكر في أحد الدول العربية دعيت إلى سباق القدرة، وكان المتحدث الفريق عبد الرحمن الصادق قال: نحن نستقي من محمد بن راشد في هذه الانطلاقة في سباق القدرة. وكان بعض الأعضاء من سفارة الإمارات في السودان كانوا حاضرين، ووضعنا كأبناء إماراتيين أيضا جوائز. وهذا الاعتزاز بهذه الشخصية فارس العرب هذا واجب وطني علينا، الرد شيء من الجميل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بما قدمه لفرسان العرب والفرسان العالميين. فأتمنى من هذه المنصة الاهتمام، وخاصة أنا أخاطب العلماء والباحثين والمهتمين في وضع جائزة تليق بمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لهذه الجائزة، وإن شاء الله انطلاقة موفقة. ونحن مش مستعجلين، رايحين نزور، ويكون هناك لجان وتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشيء حتى نصل إن شاء الله إلى 365، ونقدم 365 فارس عالمي حصلوا على جوائز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لنالوا منه أيضا جائزة فارس العرب. هذا ما أتمناه أن أراه، وإن شاء الله انطلاقة موفقة. وأتمنى من إخواني المهتمين في هذا المجال التواصل معنا في هذه المنصة، وعرض الدراسة إن شاء الله للجهات المختصة، وإن شاء الله انطلاقة موفقة. أتمنى التوفيق لجميع أبنائنا وإخواننا، سواء كان اللي معنا في دولة الإمارات أو في الوطن العربي أو العالمي. والباب مفتوح، لأن هذا اجتهاد وهذا عمل تطوعي. بالنسبة لي أنا كعبد الله النيادي هذا عمل تطوعي أقدمه لقيادتي بما قدمت أيضا على المستوى العالمي. أتمنى التوفيق، مع تحيات أخوكم عبد الله النيادي.